اوعى تزعل على خير انت عملته، او خير انت بتعمله او بتسعى اليه. ممكن وجهة نظرك تكون غلط عند بعض الناس، وممكن تكون وجهة نظرك صح عند البعض التاني، لكن في الاول وفي الاخر ممنوع الزعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي وأصدقائي في قناة أبو شين. إزيكم؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بصحة وسلامة، يا رب تكونوا عايشين في أمن وأمان في ظل وجود الغلاء اللي احنا عايشين فيه، اللي كتير من الناس متجاهلاه، اللي كتير من الناس ما بتتكلمش عليه، اللي كتير من الناس مستفيدة من مكان تاني فمش في دماغها ان الغلاء موجود ولا مش موجود. يمكن امبارح كان يوم بالنسبة لي يوم مش مظبوط، يوم مش كويس، وهي كل ايام ربنا كويسة، بس انا حسيت بيه بحزن شديد امبارح لحاجتين. يمكن الحاجة الاولى هزيمة فريق نادي الزمالك اللي انا بشجعه واللي انا وراه من الصغر، ومش قادر ان انا اسيبه، لان انا بحب الكيان، بحب اسم النادي، بحب تاريخه. هزيمة الزمالك امبارح من الترجي كانت هزيمة مؤلمة، واصبح الزمالك فعلا على وشك الخروج من البطولة الافريقية، وان هو ما يمثلش مصر في البطولة ديت، رغم ان في لعيبة جامدة جدا، وفي لعيبة عاملة ملايين، وفي لعيبة ما بتحسش بالغلاء زي ما ذكرت في بداية الفيديو، وفي لعيبة لو حست بالجمهور صح ولعبت بروح الفانيلا مفروض انها تاكل النجيلة بالمعنى البلدي بتاعنا. لكن للأسف الشديد مفيش لعيب فيهم مسؤول، مفيش لعيب فيهم بيلعب بروح الفانيلا اللي احنا بنعشقها. تعادل النادي الأهلي مع سان داونز، تعادل النادي الأهلي طبعا برضو غير مقبول بالمرة. الأهلي فريق كبير ومتعود على الاحتكاك الافريقي، ومتعود ان هو يخوض البطولات ديت. الاهلي اتعرض للهزيمه في الماتش الاول، واتعرض للتعادل في الماتش الثاني بعد ما كان مهزوم، بس قدر ان هو يرجع ويتعادل. التعادل مش مفيد للنادي الاهلي، بس عنده شيء من الامل لان الاهلي قوي. الاهلي في لعيبه بتلعب بروح الفانيلا هيقدروا ان هم يعوضوا، رغم ان انا زملكاوي اتمنى للاهلي ان هو يقدر يعوض ويستمر في البطولة، لان لازم يكون في فريق مصري موجود في البطولة. هزيمة المنتخب المصري للناشئين هزيمة تقيلة جدا جدا جدا، نتيجة سوء التخطيط وسوء الإدارة وسوء الإعداد الفني وسوء الاختيارات والمجاملات وعدم وجود فنيين في مكانهم المناسب، لا مدربين ولا إداريين. يمكن تأييد حكم الحبس ضد مرتضى منصور بعد رفض الطعن اللي هو كان مقدمه، ده شيء مفروض ان احنا نفرح، لان كده بيثبت ان في قضاء مصري موجود، في احكام بتتنفذ وفي احكام بتترفض الطعن فيها، وبيرجع الحق لاصحابه. مرتضى منصور في الفترة الاخيرة صار وجال، مرتضى منصور ابتدى ان هو يرجع زي ما كان. مرتضى منصور رغم ان هو رجل قانون، انما بيسيء للقانون واستخداماته بالثغرات اللي هو يعتبر حريف فيها، يعني بمعنى ادق محترف في ايجاد الثغرات اللي يقدر يطلع بيها من الاحكام اللي بتصدر ضده. لكن الحكم دوت اتأيد واترفضت الطعن بتاعه، واصبح الحكم محل التنفيذ، وبالفعل اتقبض على مرتضى منصور وهينفذ الحكم وبيرجع الحق لاصحابه. ده مثال لكل من تسول له نفسه انه هو يحاول يلعب او يتلاعب بالقانون على اهل بلده. ورسالة قوية لأي شخص او لأي شخصية صاحبة نفوذ وتقدر ان هي تستغل المنصب بتاعها في اذا الناس اللي ملهمش لا حول لهم ولا قوة وملهمش وسايط
وملهمش محسوبيات وملهمش حتى حق الدفاع عن نفسيهم. الرسالة ديت بترفع من شأن القضاء المصري، بترفع من شأن الشعب المصري، وبترفع المصريين، وبتفهم العالم كله ان مفيش حد فوق القانون، كلنا تحت مظلة القانون. يمكن المقدمة بتاعتي تعتبر هي النقطة التانية اللي انا هتكلم فيها. اوعى تفتكر ان كل الناس ممكن تكون معاك، اوعى تفتكر ان كل الناس ممكن تكون ضدك. لازم هتلاقي فريق يكون معاك وفريق هيبقى ضدك. لذلك مهما اختلفت مع اشخاص هتلاقي ناس تتفق معاك، ومهما اتفقت مع اشخاص هتلاقي ناس تختلف معاك. الانسان لما بيجي بيعمل خير بيبقى من جواه هو، وممكن يكون مرفوض، لكن المهم انك انت تسعى لحاجة زي كده، ويكفيك شرف المحاولة، انك انت حاولت انك انت تعمل خير، انك انت حاولت انك انت تكون انسان صاحب رأي في مسألة خير. نفترض الشيء دوت ما تمش، هل من حقي ان انا ازعل؟ نفترض الشيء دوت ما تمش، هل من حقي ان انا ما احاولش مرة تانية في مكان تاني؟ لا، احاول مرة تانية في مكان تاني، واكون عامل حسابي ان الشيء دوت لو ما تمش ما ازعلش، او ان الشيء دوت اترفض من قبل افراد برضو ما ازعلش. لازم احط في بالي ان الشيء دوت ممكن ينجح وممكن يفشل. اذا فشل يبقى انت حاولت، واذا نجح يبقى انت ربنا واقف معاك. اتمنى للناس اللي بتعمل الخير لوجه الله، لوجه الله، ما تزعلش. واتمنى من الناس ما تحاولش انها تجري ورا الشر، ودايما تحاول تعمل الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.